قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. الفيلم بيبدأ كده بالواد جونو صحي من النوم. يا صباح الفل يا أمي، فين الفطار؟ بس يا خسارة ما لقاش أمه، لقاها سايباله ورقة بتقوله إنها خرجت في مشوار مهم وإن البيت فاضي من الأكل. انزل يا ولا هات حاجات. قام جونو قاعد يلعب جيمز مع أصحابه، فجأة سمع دوشة وصريخ صحابه في السماعات بيقولوله افتح الأخبار بسرعة في مصيبة. فتح جونو التلفزيون، لقى المذيعة بتتكلم عن خناقة كبيرة في شوارع كوريا والناس قلبة على بعضها، وكله بيجري ويصوت عشان فيروس الزومبي انتشر. والموبايل بتاعه رن برسالة تحذير: يا جماعة محدش يتحرك من بيته، الخطر كبر. جونو بص من الشباك، لقى الناس بتجري وتصرخ كأن الدنيا اتقلبت. شوية كده وسمع خبط على باب الشقة. فتح الباب بالراحة، لقى جاره دهوش فيه ودخل يستخبى. جونو زعق له اطلع بره يا عم، بس الجار فضل يتحايل عليه: والنبي سيبني، ده الدنيا مقلوبة بره. جونو مكبر دماغه، الراجل هيطلع يعني هيطلع. بس قبل ما يطلع الجار استأذن يدخل الحمام. في اللحظة دي جونو سمع في الأخبار إن أعراض مرض الزومبي تبدأ بنزيف في العين واحمرار، وبعدها المصاب بيقلب زومبي على طول. جري جونو جاب سكين، وأول ما الجار خرج من الحمام رفع عليه السكينة وقال له يلا بينا على بره. الجار قال له يا عم اهدى، انا كويس وما حصليش حاجة. بس يا فرحة ما تمت. شوية كده وعين الراجل احمرت وقلبت حمرة دم، وبدأ يتشنج ويترعش، وهوب قلب زومبي وهجم على جونو عشان يخلص عليه. جونو زقه بره بسرعة وقفل الباب، ومن الرعب اللي كان فيه جاب التلاجة وحطها قدام الباب عشان محدش يعرف يدخل. في وسط كل ده أمه بعتت له رسالة بتقوله إنها كويسة ومستخبية مع أبوه وأخته في المكتب، وبتطلب منه ما يسلمش وما يخافش، وإنها بتحبه قوي. بالليل جونو لم كل الأكل اللي عنده، لقاه قليل قوي، مش هيكفي كام يوم. تاني يوم الصبح صحي على صريخ ودوشة في الشارع. قلبه اتقبض. اتصل على أمه بس التليفون مفيش شبكة. دخل على الانستجرام، لقى الناس كلها بتشتم في الحكومة، بس للأسف مفيش حد بيسمع. الشرطة نفسها كانت بتتقطع على إيد الزومبي. جونو قرر يصور فيديو عشان الناس تعرف إنه لسه عايش، بس برضه مفيش شبكة. جاته فكرة، جاب طيارة الدرون بتاعته، ثبت عليها الموبايل وطلع بره الشباك عشان يجيب شبكة. وفعلا الفيديو نزل. حاول جونو يشغل نفسه بأي حاجة عشان ما يفكرش في اللي بيحصل. قعد على الكمبيوتر بس دماغه مش عايزة تبطل تفكير في أهله. قرر يدخل ينام يمكن يرتاح. بالليل صحي على صوت صريخ بنت. بص من الشباك لقى شرطية بتحاول تهرب من الزومبي. جونو حاول يشتت الزومبي عشان يبعدوا عنها، بس للأسف الزومبي مسكوها وقلبت هي كمان. في نفس اللحظة سمع جونو صوت جاي من وراه. لقى زومبي اقتحم شقته وهاجم عليه. جونو جري ناحية الشباك وخلى الزومبي يروح وراه وراح موقعه في الشارع. في اليوم السابع جونو قرر يشرب من قزايز الخمرة بتاعت أبوه عشان يوفر المية. فتح التلفزيون عشان ينسى الجوع، لقى راجل بياكل نودلز بشراهة. جونو معرفش يقاوم، جاب آخر علبة نودلز عنده في البيت وكلاها. والكارثة إن المية قطعت. جونو انهار، خلاص الأمل ضاع. في اليوم العاشر جونو سجل فيديو لنفسه بيتكلم مع الفانز بتوعه عشان ما يحسش بالوحدة. بيقول لهم إنه حاسس إن نهايته قربت، مفيش أكل ولا شرب ومش هيعرف يجازف ويطلع يجيب حاجة. جات له فكرة غريبة، حاول يشغل راديو قديم عنده بس مفيش شبكة. في اليوم ال15 حالة جونو النفسية ساءت أكتر وأكتر. شغل أغاني في السماعات وفضل يرقص زي المجنون. بدأ يشوف هلاوس، اتخض لحد ما فاق وعرف إن ده كله من عقله الباطن. فضل يعيط من قلبه، بس في اللحظة دي جات له رسالة صوتية من أمه. طلع بره الشباك عشان يلقط شبكة. فتح الرسالة، سمع صوت أمه وهي بتطمن عليه، وفجأة سمع صريخ أسرته بعد ما الزومبي هجموا عليهم وقتلوهم. جونو انهار من العياط، ده كان ماسك نفسه طول الفترة اللي فاتت عشانهم. دخل البيت وفضل يكسر في كل حاجة حواليه، جاب حديدة وخرج بره البيت وفضل يقتل في أي زومبي يقابله. بس فجأة لقى قدامه عدد كبير جدا من الزومبي، فترعب وهرب بسرعة ورجع بيته وقفل على نفسه. في اليوم ال20 سمع جونو صوت انفجارات قوية. بص من الشباك لقى الحكومة بتفجر المدن اللي زومبي منتشرين فيها. لما جونو فقد الأمل وحس إن الدنيا ضاقت بيه، قرر ينهي حياته. فضل يوتر وصور آخر فيديو بيودع فيه أصحابه والفانز بتوعه. راح ربط حبل في السقف ولفه حوالين رقبته، بس فجأة لقى شعاع ليزر جاي من الشباك. فك نفسه بسرعة قبل ما يتخنق ويموت. راح بص من الشباك لقى بنت جميلة في العمارة اللي قصاده.
البنت دي بتحاول تلفت انتباهه عشان ما يموتش نفسه. جونو فرح ورجع له الأمل تاني لأن اكتشف إن لسه في حد عايش. البنت شرت له من الشباك وطلبت منه يوطي صوته عشان الزومبي ما يسمعوش، وطلبت منه يقابلها في الشباك بكرة الساعة 7. جونو راح ينام وهو سعيد. في الوقت ده البنت كانت قاعدة في بيتها بتجهز الأسلحة بتاعتها اللي صنعتها بنفسها عشان تهاجم الزومبي لو حاولوا يقتحموا بيتها. فتحت كزازة مية عشان تشرب، بس قررت تسقي الصبار بتاعها بدل ما تشرب ونامت عطشانة. تاني يوم صحي جونو مفزوع من النوم، لقى الساعة 11 الصبح. جري بسرعة على الشباك، لقى البنت ظهرت تاني وبتشاور له عشان يفهم إن الساعة 11. جونو فضل يعتذر لها كتير، وبعدها كتب اسمه على الموبايل عشان يعرفها على نفسه، والبنت كمان كتبت اسمها على الآيباد، وعرفنا إن اسمها بين. في اللحظة دي بين سمعت صوت جاي من وراها، تشورت لجونو وقالت له إنها هتيجي تاني ودخلت بيتها. لقت زومبي اقتحم شقتها بس وقع في الفخ اللي هي حطاه قدام الباب. جرت الفأس وجمعت كل قوتها وقتلته. بالليل الجو ضلم والدنيا مطرت. هما الاتنين جابوا أطباق كبيرة وحطوها على الشباك عشان تتملي مية. بين فضلت قاعدة تتأمل منظر المطر ولاحظت إن الدور التامن في عمارة جونو مفيش فيه حد. جت في دماغها فكرة غريبة إنها تروح هناك، بس كانت محتاجة تعمل خطة كويسة الأول وتجهز أسلحتها عشان تتفادى الزومبي. تاني يوم شفنا جونو بينظف نفسه بالمية، وبين طلعت من الشباك وبصت عليه، لقت شكله تعبان قوي. فهمت إنه ماكلش بقاله أيام. قررت تبعت له أكل من عندها. ربطت حبل في شباكها والناحية التانية ربطت كورة وحدفتها، بس الحبل ما وصلش عند عمارة جونو. في نفس الوقت جات لجونو فكرة، ربط طرف الحبل عنده في الشباك وربط الطرف التاني في طيارته وبعت لها الطيارة. أخدت الحبل وربطته عندها وقدرت بنت تبعت له شنطة أكل. جونو فرح قوي. بنت طلبت منه ياكل بالراحة عشان ما يتعبش. جونو فضل ياكل وهو مستمتع جدا لحد ما شاف واحد من الزومبي ماسك الحبل اللي وقع في الشارع، والزومبي بدأ يتسلق الحبل ده بسرعة. بين قامت عشان تقطع الحبل، بس للأسف خبطت في الترابيزة ووقعت على الأرض وفقدت الوعي. جونو في الوقت ده ما كانش عارف يتصرف ازاي. حاول ينادي على الزومبي عشان يشتت انتباهه، بس مفيش فايدة. لحد ما جات له فكرة تانية وبعت طيارته عند الزومبي عشان تشتت انتباهه. في اللحظة دي بين فاقت من الإغماء وراحت جابت سكينة وقطعت إيد الزومبي، وقع في الشارع ومات. جونو قرر إنه لازم يخرج بره الشقة ويدور على أكل في شقة جيرانه. راح يجهز حاجته عشان يستعد ويخرج. بالليل شفناه بيتسلل بالراحة بره الشقة، لقى جثة على الأرض. أخد مفتاح البيت بتاع الجثة دي ودخل بيتها. فتح التلاجة لقى أكل كتير جدا. أخد كل حاجة لقاها، وكمان لقى سماعات وأجهزة لاسلكي أخدها معاه برضو. لف عشان يخرج، بس لقى جثة صاحبة البيت قدامه. فضل يتأمل فيها وهو حزين. فجأة لقى زومبي بيرجم عليه من ورا وبيحاول يقتله. جونو عمل الجثة كدرع ليه وحمى نفسه من عضات الزومبي وهرب بسرعة ورجع بيته وقفل على نفسه. بعدها بدأ يفتح الأكل وفضل ياكل بشراهة. جاب شنطة كبيرة وحط فيها أكل وجهاز لاسلكي وبعت الشنطة دي لبين. تاني يوم الصبح بين اتواصلت معاه عن طريق اللاسلكي وشكرته على الأكل. فضلوا يتكلموا سوا عشان يتعرفوا على بعض أكتر. فجأة سمعوا صوت دوشة، اكتشفوا إن عدد كبير من الزومبي داخلين عمارة بين عشان جايين على الصوت. بس جونو راح عمل دوشة عشان يكتب انتباه الزومبي، وبالفعل نجح إنه يبعد الزومبي عن شقة بين. اتفق جونو مع بين إنهم يهربوا، فقالت له إنها تيجي تقابله في الدور الثامن عشان لاحظت إن مفيش أي زومبي هناك، وطلبت منه يجهز شنطته وياخد الأكل والأسلحة اللي معاه ويستناها لحد ما هي تيجي. قررت بين إنها تواجه خوفها من المرتفعات، وراحت ربطت طرف الحبل في الشباك ومسكت فيه ونطت. طبعا لقت عدد كبير من الزومبي بيهجموا عليها، لكنها قدرت تواجههم كلهم وضربت بشكل احترافي. جونو كان مراقبها ومبهور جدا بشجاعتها، بس الزومبي وقعوها على الأرض وكانوا على وشك إنهم ياكلوها، لحد ما جونو ظهر قدامها وضربها. وبعدها أخد بين وهرب بسرعة وركبوا الأسانسير ووصلوا للدور الثامن. لفوا على كل الشقق، بس للأسف ولا شقة مفتوحة. فجأة ظهر قدامهم جيش من الزومبي وهجموا عليهم. مسك جونو عصاية وفضل يضرب فيهم بكل شجاعة لحد ما وصلوا لآخر شقة في الدور. خرج صاحب البيت ودخلهم بسرعة عشان يحميهم، وكمان رمى قنبلة غاز على الزومبي عشان يمشوا من قدام البيت. بين كانت قلقانة جدا من الراجل ده وحاسة إن غرضه مش شريف. الراجل ده طمنهم إنه بشري زيهم، وإنه ما تعرضش لأي عضة، وإنه عاوز يحميهم مش أكتر، ومش عايز منهم أي حاجة مش مظبوطة. ساعتها حسوا إن كلامه صادق، وبعدها سألهم لو حابين ياكلوا حاجة، فقالوا له إنهم فعلا جعانين. راح الراجل يحضر لهم أكل وقعدوا ياكلوا بشراهة.
الراجل طمنهم وقال لهم إن فريق الإنقاذ على وشك الوصول وقريب جدا هيخلصوا من المعاناة دي. جونو ما صدقش نفسه من الفرحة وحضنوه. بعد وقت قصير بين لاحظت إن جونو فقد الوعي وبدأت هي كمان تحس بدوخة وغمى عليها. فجأة فاقت من الإغماء، لقت إيديها مربوطة. اكتشفت إن الراجل ده حط لهم مخدر في الأكل، وإنه استدرجهم لبيته عشان يقدمهم وجبة لمراته الزومبي عشان هي ما أكلتش أي حاجة بقالها أيام. الراجل راح دخل بين أوضة مراته الزومبي. طبعا بين فضلت تصرخ عشان الراجل يرحمها، بس الراجل اعتذر لها وقال لها إنه بيحب مراته قوي ومستعد يضحي بأي حاجة عشانها. في نفس اللحظة دي جونو فاق من الإغماء وراح جاب مسدسه ورفعه على الراجل عشان يحرر بين، بس للأسف جونو ما كانش عنده الشجاعة الكافية عشان يقتله. استغل الراجل الفرصة دي وزقه على الأرض ووقع السلاح من إيده وطلب منه يخرج بره البيت. وقتها الراجل لاحظ إن مفيش أي صوت خارج من أوضة مراته، فاستغرب جدا وراح فتح الباب. لقى مراته الزومبي هجمت عليه وبدأت تاكله، فاضطر يستسلم ليها. وخرجت بين من الأوضة سليمة، لحسن الحظ إنها ما تعرضتش لأي إصابات، ومسكت المسدس وقتلت الراجل ومراته. طبعا الزومبي سمعوا صوت ضرب النار ده فجروا بسرعة ناحية مصدر الصوت، وبين في الوقت ده فقدت الأمل في إنها هتعيش وحست إن مفيش أي أمل في النجاة. عشان كده طلبت من جونو يقتلها وبعد كده هو يخلص على نفسه، عشان هم في كل الحالات ميتين والأفضل ليهم إنهم ينهوا حياتهم بنفسهم بدل ما يتعذبوا على إيد الزومبي. وسلمت جونو المسدس عشان يقتلها، ورفع جونو السلاح عليها، بس جونو برضه ما قدرش يقتلها وفضل يعيط من قلبه. في اللحظة دي سمعوا صوت طيارات الهليكوبتر والأمل رجع ليهم تاني، فقرروا يطلعوا على السطح عشان الهليكوبتر تشوفهم. بس أول ما خرجوا من باب الشقة لقوا الزومبي في كل مكان. فضلوا يضربوا فيهم لحد ما وصلوا للسطح بصعوبة، وللأسف الهليكوبتر كانت مشيت، والأسوأ إن الزومبي طلعوا وراهم على السطح. فضل جونو يضرب عليهم نار لحد ما الرصاص خلص، فقرر هو وبين يستسلموا لمصيرهم. بس في آخر لحظة ظهرت طيارة هليكوبتر من وراهم وخلصت على كل الزومبي، وأخدوا بين وجونو ونقلوهم. ولما دخلوا الطيارة موبايلاتهم لقطت شبكة من جديد، ووصل لهم رسائل من أصحابهم وحبايبهم اللي ماتوا. بص جونو لبين وضحك لها وكان سعيد جدا إنها معاه وهيبدأ حياة جديدة معاهم.